أصبحنا اليوم على حادثة مؤلمة، مقتل الشاب عبد الله صادق الترب في ولاية تنسي في محل يعمل فيه أو كان في زيارة فيه. نسأل من الله أن يغفر له وأن يرحمه، وتعازينا الحارة لجاليتنا ولأبوه ولآل الترب كافة. يا أخواني، أصبح الكلام هذا مألوف بأوساط الجالية، كل شهر شهرين أسبوع أسبوعين تسمعوا قتل فلان قتل فلان. بس هل فعل الاتحاد أو فعلها الجالية شيء؟ لا، إحنا نكتفي بالنشر فقط. فكل مرة يقتل واحد ننشر وخلاص. فقبضوا على الجاني، إيش حكموا عليه؟ هل في متابعة على القضية؟ كون الأشخاص بعضهم يقتلوا ما بش معهم أسرة يتابعوا عليهم. ثاني حاجة، هل تسكر المحل؟ للأسف لا، أغلب المحلات يسكر وقت التحقيق فقط. ففي معايا من أصدقائي وزملائي اللي قتلوا داخل أمريكا تغلق المحل ليلة التحقيق واليوم الثاني مفتوح، ولا كأن حصل شيء. قتل روح، انتهى أسرة بليلة ويوم والمحل مفتوح. إخواني، أقل شيء نعمله نسكر المحلات في المدينة هذا ونفعل لافتات، إيش حصل؟ قتل فلان بالمحل هذا، نضرب يوم يومين ثلاثة. إخواني، كثر القتل داخل أمريكا وما بش أي تحركات من الجالية. لا سكرنا محلات ولا لا نتابع القضايا، نكتفي بالنشر قتل فلان وفقط. المفروض نسكر المحلات ونعمل وقفة احتجاجية، نفعل لافتات. ليش احنا مغلقين المحلات؟ غلقنا المحلات من الخوف، نخاف على أنفسنا ونخاف على أبنائنا، نشتي نرجع إلى أبنائنا بخير متعافين. كثر القتل احنا ما عدناش نحس بالأمان، علشان تحرك السلطات، تحرك الأخبار، تحرك النيوز. فجاليتنا ما حد يدري بالقتل إلا أبناء الجالية. وانتم دارين إذا ما بش متابعة بالمحاكم إنهم ليقللوا المدة، يحكموا عليه 15 سنة محامي وتابع لما يردها لها 5 سنين، ودوا معاذر حالة نفسية ولا كذا، ما بش أي تتبع أو لا متابعة من الجالية أو من الاتحاد. فأتمنى يا أخواني وأقول لكم إنه حان الوقت إن احنا نفعل شيء عملي. حان الوقت إن احنا نتحرك، نفعل ضراب بالمحلات بالمدينة. أغلب المحلات عرب وخاصة يمنيين، حق الكورنر ستور، المحلات الصغار. إخواني، محلاتنا في أماكن سيئة للغاية، التوعية ناقصة. زلقنا بالبلاد هذول، وزلقوا أصحاب المحلات. في ناس يحسوا بالرعب. كلمني واحد قال أنا ما عقد أشتغل بالمحلات. ليش؟ قال قتل واحد قدامي، هذا واحد عاد وكلمته دخل بليا نصيب، قال ما عقدش أنا بزي الفوبيا، قتل واحد أمامي. فالمشاكل كثر يا أخواني، وإحنا لا نكتفي بالنشر. فأتمنى بالجاليات، عقال الجاليات، رؤساء الجاليات، أتمنى أن احنا نبدأ نتحرك ونفعل، نغلق المحلات حقنا ونفعل وقفات احتجاجية، شيء عملي. ولا هذول الأحداث بتسمعونا كل أسبوع أسبوعين شهر شهرين نقول لكم قتل فلان قتل فلان وكم يا قضايا. أتمنى أن احنا نهتم بالموضوع، نسأل من الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يرحم جميع موتانا، وأن يستر علينا وعلى أنفسنا وعلى بناتنا بهذا البلاد.